السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الروتين بتاعنا سهل جدا وحاجه نظيفه قوي بقى، وما اقولكمش من ساعه ما عملنا الشقه في العيد الحمد لله، والشقه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي اوضه ابني بس فيها شويه. الله اكبر الله اعظم. احنا نوقف دلوقتي ونرجع تاني بعد الاذان. طبعا سبت بقى الاذان يأذن كده وياخد راحته، فانا قلت بقى اروق السرير وعقبال ما ترجعوا لي تاني وارجع لكم. بس انا عملت بقى السرير بتاع ابني اهو. ربنا يحفظ لكم كل عيالكم يا رب ويبارك في عمرهم ان شاء الله. والارض زي ما انتم شايفين كده نضيفه، يعني ما فيهاش حاجات كتير. كل اللي هنعمله بقى في الاوضه ديت احنا روقناها وروقنا السرير زي ما انتم شايفينه، ان احنا بقى بس ايه، هنلمع حاجات وكده اهو. طبعا هو ما بيحبش حد يلمس حاجاته، فانا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا المعها بس كده من فوق الوش، ما بشيلوش بقى وما احطلوش هنا وهنا. يعني هو مش الله. حاجات الحمد لله جت على خير. نروح نلمع له بقى الكمبيوتر بتاعه. عايزه اقول لكم ان العيد دوت يا جماعه انا ما خرجتش خالص من بيتنا. فلو انتوا خرجتوا في العيد دوت يلا قولوا لي، اكتبوا لي انتوا خرجتوا ورحتوا فين، ومين راح يصيف ومين لسه قاعد في البيت كده مستني اجازته او مستني امتحانات عياله تخلص. انا عن نفسي يعني لسه عيالي في ثالثه ثانوي زي ما انتوا عارفين وفي الامتحانات وكده، فاحنا مستنيين بقى ان شاء الله لحد لما يخلصوا امتحانات. بعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه وهنروح فين. يا رب تكون اجازة سعيدة ان شاء الله على الجميع كده، وربنا يا رب مع عيالنا اللي في الثانوية العامة وينجحهم ان شاء الله. هو خلاص فاضل لهم حوالي امتحانين او 3. يعني فاضل امتحانين متهيألي، بكرة امتحان الانجليزي وبعد كده امتحانات الباقية ان شاء الله هما 2 يخلصوا على خير وربنا يوفق عيالنا يا رب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. بص طبعا اول ما صحيت على طول فدخلت على الاوضه ديت، قلت اخلصها كده اخلص منها علشان بقى ايه اقفل النور بتاعها وتبقى دي كده خلصت من عليا. وبعد كده هشوف هنفطر ايه انا والبنات. طبعا دخلت على الريسبشن هنا فلقيت شويه كركبه، فمش هينفع ان انا اعمل لي حاجه اشربها او افطر او حاجه لحد ايه لما اخلص الكركبه دي، لان انا استحاله ان انا اقعد في المكان وهو كده يعني. فانا هروق، هو في حاجات بسيطه او يعني مش ايه، مش كتير، لان انا عامله كل حاجه من بالليل. والشقه يعني انا كنت لسه غاسله امبارح فمسحت الشقه بالمره وانا بغسل، فالشقه مفيهاش اي حاجه غير شويه الكركبه دول. بس كده هندخلهم بقى في المطبخ عشان بعد ما اشرب الشاي بتاعي او اشرب قهوه اشوف لسه ايه اللي هيفوقني وهشربه، ونغسلهم بقى مع بعض. ولسه بقى انا لحد دلوقتي مش عارفه هنتغدى ايه، وعماله افكر من ساعه ما صحيت هنتغدى ايه هنتغدى ايه. شكلنا كده هترسى على مكرونه سباكيتي وشويه بطاطس محمره وشويه سلطه جنبهم وخلاص، حلو قوي كده. طبعا دي الفوطه دي مكانها في الحمام، بس انا ما اعرفش ايه اللي جابها هنا. عامه هو اللي بينشف او يعمل حاجه ياخدها من الحمام ويرميها لي في اي مكان في الشقه، لكن ما ينفعش يحطوها تاني مكانها، فانا نفسي اللي هشيلها بقى مكانها. طبعا الريموت ده مكانه هنا جنب اخوه.
على فكرة يا جماعة، انتوا ما قلتوليش رأيكم في السجادة الجديدة ايه؟ وشوفوا بقى لايقة مع الانتريه ولا لأ، ولا التانية اللي قبل ديت كانت احلى. اكتبولي بقى رأيكم تحت في الكومنتات. تعالوا بقى نكمل ترويق الشقة. دول بياعين يا جماعة، ما تقلقوش، يعني مفيش حاجة الحمد لله. وكمان الفازة الجديدة ديت برضو محدش قال لي رأيه فيها ايه. بصوا هي جميلة جدا، في قالوا لي ان هي مش لايقة على الانتريه معاكي، وفي قالوا لي هي حلوة او لايقة. بس انا شايفاها يا جماعة الفكرة لايقة، يعني الورد الابيض دوت والفازة البيضة دي بتمشي مع اي حاجة على فكرة. هو الحاجة المختلفة اللي مش عندي يعني اللون الازرق، لكن انا عندي اللون البيج دوت لون الانتريه اهو. يعني لايقة، اكتبوا لي تحت يا جماعة لايقة الفازة دي ولا لا. كده خلصنا تلميع المكتبة، هروح بقى اتوضى واصلي الظهر الاول، بعد كده بقى هنفطر انا والبنات. عايزة اقول لكم ان الجو النهاردة حلو قوي الحمد لله. يعني تطلعي كده البلكونة او حاجة بتحسي بنسمة هوا جميلة جدا، يعني مش زي امبارح واول امبارح. اول امبارح وامبارح بقى كان الجو حر موت بجد، يعني الواحد ما كانش طايق نفسه. يلا كله بقى يثبت وجوده كده ويقول لي هو من انهي بلد يعني بيتفرج عليا منين. وما تنسوش بالله عليكم اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم. طبعا الشقة عندي الحمد لله، يعني والله الحمد نضيفة من ساعة العيد. فانا كده خلاص الريسبشن وخلصت اوضة ابني. طبعا بقى انا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، يعني انا لسه بقى هعمل اوضه البنات ولسه هخش. او قولوا لي بقى رايكم في الستاره ديت، وهي كده حلوه مع الانتريه ولا اجيب لها واحده كمان جنبها. يعني بصوا هي ديت حاساها ان هي صغيره على الشباك. فايه رأيك اسيبها زي ما هي كده ولا اجيب لها واحدة تبقى واحدة من هنا وواحدة من هنا، يعني واعمل فرق في النص كده واحط لهم ستارة بيضة يعني في النص ما بينهم. اكتبوا لي برضو رأيكم ايه. يعني انا بفكر ان انا اعمل ستارة الشباك زي ستارة البلكونة كده. اهي الفكرة اللي انا بقول لكم عليها، يعني هي مش فكرة طبعا، هي حاجة معمولة قديمة، بس يعني عشان انا حاسة ان الستارة بتاعت الشباك صغيرة على الشباك وكده. فقولوا لي يا جماعة اعملها زي دي كده ولا هتبقى في الشباك اوفر يعني ما يستحقش. بصوا
يلا يا رب يكون الروتين بتاعنا النهارده خفيف على قلبكم، واكون ضيفه خفيفه كده على قلبكم ان شاء الله. فانا هقفل معاكم عشان انا عندي شكلي كده في جيران بقى بيوضبوا شقتهم وكده، فايه الشقه يعني عاملين فيها دوشه بقى وصوت عالي، فانا يعني مش هكتر عليكم اكتر من كده. هو ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى حبايبي الاشتراك في القناه واللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه في السجادة. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة.